ترامب بيحارب الدولة العميقة الأمريكية وبيحارب كل الغرب الجماعي، بيحارب الحزب الديمقراطي. الولايات المتحدة أو المملكة الغربية في هذا الوقت بتنشق نصين حسب نبوات مذكورة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة، إن في آخر العالم هتظهر مملكة مخالفة لجميع الممالك. هذه المملكة المخالفة لجميع الممالك هتكون من كل الأعراق اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المملكة المخالفة لجميع الممالك اللي من كل الأعراق هتتشكل الحديد، هتكون فيها قوة الحديد، قوة الحديد، وبالحديد هتدق وتسحق كل شيء. حلو الكلام. كان في ملك اسمه ملك نبوخذ نصر. الملك نبوخذ نصر ده كان ملك العالم في الوقت ده، شاف حلم ورؤية على فراشه، فأرسل كل المنجمين والسحرة والشيوخ والناس الحكماء الكبار علشان يفسروا له الحلم ده. وما قال لهمش فسروا له الحلم، ما قصش عليهم الحلم وقال لهم فسروه لي، لا، ده هو قال لهم قولوا لي الحلم وتفسيره عشان اعرف ان حلمكم صادق. الحلم ده كان متعلق بنهاية العالم. حلم نبوخذ نصر ده كان متعلق باخر 7 سنين في الارض. شاف ايه نبوخذ نصر؟ نبوخذ نصر شاف تمثال رأسه من ذهب، تمثال، ورجليه من حديد وخزف. التمثال ده هو كل التاريخ، كل التاريخ، كل التاريخ. ازاي يعني؟ كل التاريخ من بداية مملكة نبوخذ نصر للمملكة الأخيرة. المملكة الأخيرة دي رجلين التمثال. نبوخذ نصر النبي دانيال قال له انت راس التمثال الذهب. في نهاية الزمان هتيجي مملكة من خزف وحديد، يعني معدنها الناس فيها هتبقى مش كويسين، خزف وحديد، بالحديد هتدوس وتسحق كل شيء. هذه المملكة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال له ان في رجلين التمثال طالما رأيت خزف وحديد فالمملكة هتكون منقسمة على بعضها البعض. وده اللي بيعمله الرئيس ترامب. الرئيس ترامب دلوقتي بيحقق النبوة. الولايات المتحدة الأمريكية في آخر أيامها وفي انقسام بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب الانقسام ده هيطلع على إيه؟ على كل العالم. الرئيس دونالد ترامب اللي كان بيدعو بالسلام هيقوم ينشر حروب يوم القيامة في كل الأرض. ينشر حروب يوم القيامة. فكرة تهجير أهل غزة اللي بيقول عليها دي، بمجرد الكلمة وحدها، الكلمة تخرج من فمه دي كفيلة انها تشعل حرب. هقول لك ازاي. نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي اللي هو المتشدد الإسرائيلي بينتهزوا الفرصة. يعني ايه بينتهزوا الفرصة؟ يعني مجرد ما رئيس أكبر دولة في العالم يقول إن غزة تهجر، يعني أعطى الضوء الأخضر، نتنياهو والحاشية بتاعته ممكن تاخد الكلمة من فم ترامب وتصنعها بالقوة. هتلاقي بقى ايه؟ هتلاقي أغلبية الجيش المصري دلوقتي بيروح لسينا عشان يسد الثغرات، الحدود المفتوحة حدود كبيرة. عايز أقول لك إن إسرائيل أقرب لسينا احنا مصر أقرب لسينا. يعني إسرائيل تقدر توصل سينا أسرع ما احنا نقدر نوصل لها، لأن احنا بيننا وبين سينا في بحر، في بحر اسمه قناة السويس. هتلاقي السيسي كان بيعمل 60 نفق عشان يعدي المعدات العسكرية بسرعة. واخد بالك من الكلام؟ طيب اذا سينا هتتحول لاكبر ساحة صراع في العالم، اكبر ساحة صراع في العالم. وانا بقول كده اسفا وانا بتكلم لان في اصدقاء ليا في سينا، انا في اصدقاء ليا في سينا. حلو الكلام. فبقول لكم قدموا التوبة، قدموا التوبة لله واستعينوا بالله فيخلي حياتكم وتجارتكم امينة، حياتكم وتجارتكم امينة. وفي ناس مباركة في سينا والبركة هتحميها، انا عارف هتحميها البركة، لكن في ناس مشيت في الشر وفي الخطايا هتحصد كل اللي زرعته، هتحصد كل اللي زرعته. طيب الجيش الاسرائيلي والجيش المصري على وشك انهم يصطدموا ببعض في ارض سيناء. هل الصدمه دي هتكون ما بين مصر واسرائيل؟ لا. بص يا سيدي، اسرائيل هيجي معاها كل الغرب الجماعي، كل التحالف الغربي. مصر هيجي معاها روسيا والصين وايران، والمملكه العربيه السعوديه هتفوق لنفسها لما تعرف ان هي المجتمع الغربي عايز ينهبها، لان هي بترول حرب يوم القيامه. يعني هي اللي يملك بترولها يكسب الحرب العالميه الثالثه. فالشرق الاوسط على وشك التحول لاكبر ساحه صراع عرفه التاريخ. والصراع ده مش هيكون صراع ما بين الناس وبعضيها، لا، ده هيكون صراع يوم القيامه الشهير. فيها الله الحي ملك الملوك هينزل بنفسه في الشرق الاوسط علشان يحارب. هينزل على حصانه الابيض وكل العيون هتشوفه، 7 ارواح بتطوف حواليه، هيرسل ملائكته ويجمع كل مختاريه من اقاصي الارض الى اقصاها. وهيكون يوم واحد ك1000 سنة اسمه يوم القيامة الشهير.
يا بخت يا بخت كل من آمن بيه، اسمه يسوع المسيح الله الحي. يا ويل يا ويل كل من رفضه، هيطرح في بحيرة النار الأبدية. هو ده ابن الله الوحيد اللي اتصلب علشان خاطر كل الخطاة، فتح طريق السما ليهم. ان امنت بيه تنور حياتك الابديه وتقوم وراه من الموت، لان هو اول انسان قام الموت واثبت ان هو الله الحي. اما ان رفضته لن تنول الحياه الابديه. احنا في الايام الاخيره، استعدوا استعدوا للقاء الهكم.